تصريح ناري من مدرب حرس الحدود محمد يوسف بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثية. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. مدرب نادي حرس الحدود الكابتن محمد يوسف خرج بتصريحات مثيرة جدا ومهمة جدا نقلتها الإذاعة المصرية منذ قليل، وهذا بعد انتهاء مباراة الزمالك وحرس الحدود والتي انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. كابتن محمد يوسف قال في تصريحاته: طبعا أنا بشكر لاعبتي على أداء النهاردة وعلى الأداء اللي قدموه في مباراة كبيرة جدا النهاردة، وبشكر الجهاز الفني بتاعي وبشكر إدارة نادي حرس الحدود. لكن أنا عايز أتكلم في حاجات مهمة جدا جدا الكل بيخاف يتكلم فيها هنا في الدوري المصري. أنا النهاردة تعرضت لظلم تحكيمي واضح جدا جدا. النهاردة أنا كنت بلاعب نادي الزمالك ومعاه طاقم التحكيم بالكامل وغرفة الفار. نادي الزمالك لو كان بيلعب النهاردة من غير تحكيم أنا كنت ممكن أقدر أفوز عليه بدل الاتنين تلاتة واربعة، لكن نادي الزمالك النهاردة فاز بمساعدة التحكيم المصري. النهاردة حرس الحدود ليه ركلتين جزاء مستحقين، الحكم استكتر علينا ان احنا يحسب لنا ركلتين جزاء. النهارده غرفة الفار شافت بعينيها ان لاعب الزمالك الكرة لمست ايده، ورغم ذلك ما قالوش للحكم ان في ركلة جزاء مستحقة لفريق حرس الحدود. نادي الزمالك دايما بيتجامل من التحكيم، ودي مش اول مرة. نادي الزمالك مباريات كتيرة جدا جدا بشوفها ليه في الدوري المصري بيتجامل من التحكيم بطريقة غريبة جدا، ويطلعوا في الاخر يدعوا المظلومية. انا اهلاوي وبحب النادي الاهلي، لكن النهاردة انا مدرب لنادي حرس الحدود وكنت استحق ان انا يتحسب لي ركلتين جزاء في المباراة، لكن الحكم وغرفة الفار ما شافوش ركلات الجزاء. الدنيا كلها شافتها لكن الحكم وغرفة الفار ما شافوش ركلتين الجزاء. انا مش هقول مبروك لنادي الزمالك، بالعكس انا هقول مبروك للاعيبتي ان هم قدموا مباراة كبيرة النهاردة وكانوا يستحقوا الفوز امام نادي الزمالك او امام تحكيم نادي الزمالك. هذه كانت بعض تصريحات الكابتن محمد يوسف مدرب نادي حرس الحدود عقب انتهاء المباراة.